لو كان تعرفنا بروحك في 30 ثانية. أنا محرز عيش، 41 سنة، متزوج وأب لطفلين، متحصل على شهادة جامعية في الإلكترونيك، وعامل مسؤول في شركة خاصة حاليا. بالنسبة لترشحي الانتخابات المحلية على دائرية للدرجة بين اثنين، اللي هي تضم كل من حي تقدم واحد وحي تقدم اثنين والغربي وطريق المسعدي. كان تعطيني فكرة على برنامجكم الانتخابي. بالنسبة لنا احنا ما نعطيوش وعود انتخابية، وهي بالعكس وهي تعهدات انتخابية. متساكني الأحياء الشعبية، احنا نجم نقول لك أنا من الأحياء الشعبية وهما أحياء شعبية. أول حاجة هي البنية التحتية المهترئة، حرام كي نشوفوها في 2024. ثاني حاجة المدرسة الابتدائية النزهة اللي هي مقارنة بالمدارس المجاورة تحش. ثاني حاجة محاولة إصلاح المستشفى الجوي بالمعتمدية. المستشفى حالته كارثية أيضا في 2024، ما زلنا متوخرين برشا. ما هي رؤيتكم للشباب ضمن برنامجكم الانتخابي؟ الشباب كانت انتظاراته كبيرة خاصة بعد الثورة التونسية، وهي ثورة الشباب، وسميت ثورة الشباب وسميت ركبوه على ظهره وبلاش. الشباب راهو نحاولوا نرجعوا له الثقة في الطبقة السياسية ساعة، خاطر هو فقد الثقة وبعد على الانتخابات ويخمم في الهجرة أكثر من البقاء في البلاد. نحاولوا نرجعوا له الثقة ونشجعوه على الأقل على الانتصاب الخاص، يبعث مشروعه الخاص. عندنا الشركات الأهلية اللي بدأت حاليا تنشط، لكن فما صعوبات مع الإدارة. محاولة تسيير هذه الصعوبات، تيسيرها مع الشباب وحل المشاكل. فما نجم نقولوا تعمد من الإدارة، نجم نقولوا هذيك هي إدارتنا. الإدارة هي معضلة الإصلاح حاليا في تونس. مساحة حرة، شنو تحب تقول الناخبيك في 30 ثانية؟ الناخبين بتاع عماد دار شعبان اثنين اللي نعاود نسميهم حي تقدم واحد وحي تقدم اثنين والنزهة والغربي والطريق المسعدي. أحياء الشعبية، أنا راني ولدكم معايش وتولدت غادي، رانا إذا باش واحد يصلح راه باش نصلح مع بعضنا. أنا إن شاء الله باش نكون صوت هذه الفئات المهمشة. حيتقدم سنين توا ما عندهم لا ضوء ولا ماء، ما نجموش نعيشوا كيك.